السلام عليكم. الا كنتي ساكن في اكادير ولا جيتي تقضي العطله ديالك في سوس، اكيد كتعاني يوميا مع لومبوتياج، سواء في وسط المدينه ولا في الطريق التغازل. علاش الشوارع والمدارات كيتسدوا؟ علاش خاصك تجيب دوره كامله بعيده باش تدخل ولا تخرج من الشريط الساحلي؟ وشنو هما النقط السوداء الحقيقيه في المداخل ديال المدينه؟ في هذا الفيديو غادي نفكوا هذه الظاهره بالتفصيل من وسط اكادير حتى للشواطئ الشماليه، وشنو هما الحلول اللي كاينين في الواقع. اول حاجه خاص نفهموها هي الهندسه المروريه د اكادير والنقاط اللي كيتزير فيها السير كليا. المنطقه السياحيه والقضيه ديال الباريرات في اوقات الذروه في الصيف ولا في لي ويكاند، بزاف د الرومبوانات الكبار في الشريط السياحي كيتسدوا بالحواجز. هذا الشيء كيجبرك تمشي مسافه طويله وتجيب دوره بعيده غير باش تقطع الشارع ولا تدخل المنطقه السياحيه، وهذا الشيء كيزيد يضغط على المدارات المفتوحه. مدارات سيدي فارس، هذا الرومبوان كيعتبر شريان اساسي حيث كيتلاقى فيه تدفق الساكنه من انزكان، تشيره، تسيله واكادير، وكيعرف اختناق كبير. المدخل الشمالي حدا المرسى، نقطه التماس المباشر بين الشاحنات الكبيره البضائع والسيارات القادمه من والى اورير وتغازل. مدخل بن سرقاو، المنفذ الجنوبي الحيوي اللي كيربط بين اكادير، تشيره، انزكان، كيتخنق مع اوقات خروج الموظفين والعمال. محور اورير تغازل، الطريق الوطنيه كتحبس تماما بسبب كثره السيارات والوقفات العشوائيه حدا المحلات ديال الفواكه اللي كاينه في اورير والقهوي ديال الطواجن. علاش هذا الشيء كيتفاقم بشكل رهيب في الصيف وفي لي ويكاند؟ كاينين ثلاثه الاسباب رئيسيه. اولا التدفق السياحي وتنظيم المرور الاضطراري. اغلاق بعض المدارات بالباريرات كيكون حل امني واداري لتفادي توقف حركه السير في المدارات الرئيسيه، ولكن النتائج ديالو كتقلب على المحاور المجاوره حيث كتطول المسافه على السائقين. ثانيا توحيد توقيت التحرك. في الصيف مثلا الناس كاملين كيتوجهوا للبحر والمنطقه السياحيه في نفس الوقت وكيرجعوا كاملين مورا الغروب. هذا التدفق الموحد كيدير صدمه مروريه للمدارات والشوارع الرئيسيه. ثالثا تداخل حركات البضائع مع المسافرين. وجود حركه الشاحنات الثقيله في المدخل الشمالي حدا المرسى كيزيد يقلل من انسيابيه الحركه ويسبب بطء كبير في السير. هاد لومبوتياج والدورات طويله كيتسببوا في استهلاك زائد للوقود وتلف اعصاب السائقين والزوار، ضياع الوقت. السائح والمواطن كيقضي نصف اليوم في الانتظار في المدارات بدلا من الاستمتاع او قضاء المآرب ديالو. واش كاين امل يتفك هذا الاختناق؟ نعم، برنامج التنميه الحضريه اكادير جاب حلول جذريه، انفاق وممرات تحت ارضيه جديده اللي الهدف منها حذف المدارات السطحيه في المحاور الكبرى باش تمشي الطوموبيل بلا ما تحبس في الرومبوان. الطريق المداري الشمالي الشرقي، هذا المشروع الضخم كيربط بين مطار المسيره وميناء اكادير. الاشطر الاولى من هذا الطريق راه تفك فيها السير كليا وبدات الشاحنات والسيارات العابره كدوز منها، وهذا الشيء بدا كينقص تدريجيا من الضغط على مدخل بن سرقاو والمدخل الشمالي حدا المرسى. تهيئه مدارات سيدي فارس ومداخل اورير لتسهيل التوزيع المروري وتفادي اغلاق طرقات بالباريرات مستقبلا. في الاخير شنو هو رايكم في القضيه ديال الباريرات في المدارات د اكادير؟ واش كيجيك حل كينظم السير ولا كيزيد يطول عليك الطريق؟ وبارطاجي معنا في التعليقات شنو هي اكثر مداره ولا زنقه كتعصبك في اكادير في وقت الصيف. ما تنساش دير لايك للفيديو وتشارك في القناه باش يوصلك الجديد. تبارك الله عليكم ونشوفكم في الفيديو القادم.